السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن، والنهاردة أنا جاية أوضح لكم بشكل عملي معنى 3D Compositing في فورموشن. في ناس كتيرة بتسمع المصطلح ده وكانت مش فاهمة ال 3D Compositing بيعمل إيه في شغل الموشن أو في شغل الإعلانات. بشكل بسيط جدا هي إن أنت إزاي تدمج موديلز 3D مع لايف أو مع فيديوهات لايف، بحيث ممكن توفر لي حاجات معينة في التصوير، ممكن ان هي حاجات صعبة انها تبقى موجودة في اللوكيشن وانا ابدأ احل الموضوع دوت ب 3D. ممكن انا اعمل اشكال معينة فانتزي بشكل حلو جدا، زي كده مثلا ببراند معين عايز اعمل له اعلان، واستخدم شغل ال 3D باني اكومب الاتنين دول مع بعض، بعمل حاجة فانتازيا او حاجة عايزة اوصل بيها المعنى واوصلها بشكل عملي من خلال الشغل ده. فالنهارده احنا هنبدا في اولى المحاضرات اللي نعرف بيها الكلام ده بشكل عملي على افكار بسيطه. طبعا الموضوع ده بشرح ادفانسد اكتر بس ده في الكورس، فاحنا تعالوا نبدا من الزيرو في موضوع ال 3D Compositing for Motion. الموضوع ببساطه ان احنا بنستغل مزايا برنامج الافتر افكت وبرنامج السينما 4D فيما يخص التراكنج، الكومبوزيتنج، وكل اللي بيخدم في الموضوع ده على افكار بسيطه جدا. هي الفكره ان في فيديوهات بنقدر نعملها التراك كويس قوي على افتر وبتطلع بيها النتيجه كويس، وبنقدر ان احنا نبعت التراك بتاع افتر للسينما ونكمل الشغل. تمام، وهجرب الكلام ده معاكم في شوت، ونقدر ان احنا نتراك على سينما على طول، بس بنجهز الفيديو الاول علشان نشتغل عليه، وده اللي هنبدا بيه مع بعض. انا هنا شغاله على افتر افكت 22 وعلى سينما 4D 16. اللينكات بتاعت البرامج زي ما قلنا في الاعلان هتبقى متوفره على ديسكورد، بحيث لو مش عندك البرامج تقدر تنزلها وتشتغل عليها. ببساطه شديده هنبدا ان احنا في اول محاضره النهارده نجهز البرنامج ان احنا نشتغل عليه جوه سينما، وده علشان نقدر نبعت الفايل نفسه لسينما 4D بحيث يبدأ في التراكنج. سينما ما بيقبلش MP4 أو موف، بيبقى عايز سيكونس سواء كان جيبك PNG أيا كان، بحيث يقدر يتعامل معاها كفريم سيكونس. فمبدئيا كده هو سيناريو الشوط اللي قدامنا. هنعتبر ان المبنى ده مبنى شكله جميل جدا، هنقول ان هو المتر ليه مثلا طالع منه بالونات او كور، وهنقول ازاي ان هنا نضيف الاوبجكت دوت مع الكاميرا كويس جدا، وياخد خامة مناسبة للإضاءة اللي قدامنا ديت، بحيث ان احنا نحس ان هي ريل جدا. مبدئيا كده انا بحدد من هنا السكيل بتاع الفيديو اللي هشتغل عليه، ولو قدامك سكة ان انت تنزل اعلى كواليتي ممكنة للفيديو يفضل جدا. فالفيديو اللي قدامنا الكواليتي بتاعته زي ما احنا شايفين تقريبا 2K، فانا مش هشتغل على السكيل ده، انا هعمل كيوم جديدة باسم building مثلا. تمام، والبيلدينج دوت هيكون فول HD، ونقول اوكي، وهسحب جواه الفيديو طبعا بالسكيل الطبيعي بتاعه زي ما احنا شايفين بحجم اكبر، فده بالنسبه لي احسن في الكواليتي. انا عايزه اخد اكبر قدر ممكن من الداتا فوق علشان هي اللي هتبقى الاساس بتاعي، ده اللي انا عايزه اظهره. ممكن كمان انزلها اكتر لو انا عايزه، واكمل الباقي ده من نفس الماتيريال دي، بس انا مش عايزه كده، يعني كفايه قوي كده. نبص كده على الانيميشن، مش عاجباني ان هي تبقى يعني متطرفة كده، فممكن ناخدها سنتر شوية، حاجة المنظر ده مناسبة جدا. والفيديو أكبر كمان ممكن نسحبها كده كده مثلا. فلما نيجي نعمل بلاي نقفل الصوت تبقى حاجة بالمنظر ده.
تمام، تراك بسيط والدنيا مش هتبقى بالنسبة لنا صعبة، وهتوصل لنا الفكرة كويس جدا، ولكن هتقف قدامنا بعض المشاكل. طيب دلوقتي في حاجة مهمة قوي ناخد بالنا منها. الفيديو نفسه واحنا محددينه بيظهر لي هنا مجموعة من الداتا عن الفيديو اللي قدامي، منها مثلا زي ما قلنا السكيل، وحاجة مهمة جدا اللي هي الفريم بير سكند. الفريم بير سكند هو اللي بيأثر على الانيميشن، هو اللي بيخلي الفيديو بتاعك يقطع او لا، النتيجة اللي هتطلع من 3D مظبوطة ولا مش مظبوطة. لازم الاتنين يكونوا زي بعض، ما بين الفيديو اللي هيطلع ريندر من هنا من الافتر وبين اللي هنشتغل عليه هناك في سينما. ده اولا. ثانيا، ازاي المفروض ان الفيديو ده يبقى ماشي كمان مع الكومب. لو انا بصيت على الكومب سيتنج اللي احنا لسه عاملينه، هنلاقي ان الفريم بير سكند بتاعته 25، في حين ان الفيديو اللي جواه الفريم بير سكند بتاعته 29.9. فبالتالي ده ما ينفعش تماما، لازم واحد منهم يتغير. بالنسبة لي أنا شايفة 25 مناسب. مثلا أنت عايز تخليه 25، يبقى نحول الفيديو للفريم بير سكند ديت. بالتالي باجي للفيديو اللي احنا مستخدمينه جوه، رايت كليك ونيجي ل Interpret Main، هيظهر لي هنا الداتا الخاصة بالفيديو، ومن ضمنها ان ده كام فريم بير سكند. انا مش عايزة فريمات، انا عايزاها بالثواني. تمام، انا ضغطت طبعا كنترول. المفروض انت عندك فكرة ولو بسيطة على افتر افكت. فهنيجي ناخد مين مرة تانية. بيقولك الفيديو دلوقتي 17 ثانية بوينت 1. لو انا خليته بدل 29 25، طبعا هيأثر زي ما انتوا شايفين كده، بقى 20 بدل ما كان 17. تمام، وهأثر في الفيديو طبعا، واكيد ان الصوت هيتأثر. انا بالنسبة لي الصوت مش فارق، اهم حاجة طبعا الفريم او ان هي تبقى مظبوطة متسينك مع السيكونس نفسه او مع الفيديو نفسه. دي حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها. طب تمام كده، لما نقدر نعمل بلاي، بصوا حتى الدنيا بقت عاملة ازاي. انا عندي الفيديو حوالي 6 ثواني، حركة مختلفة تماما، بس ما نحكمش غير لما يخلص الكاش بتاعه. حاجة زي كده، نعمل بلاي تاني. حركة أسرع شوية وده أظرف بصراحة، يعني كان أبطأ كتير. وممكن نغير سنة في السيكونس، إن بدل ما يكون 5 ثواني ممكن يبقى مثلا 8 ثواني، وهنا 0 مثلا كده. ممكن تخليها 10 ثواني لو عايز، أيا كان. تمام، حلو أوي. ده كده الحركة، انت بتستنى لغاية ما نخلص كاش بحيث تشوف الانيميشن او الحركة بتاعتك عاملة ازاي. هي تقريبا كده كام، انا وقفت في الاخر خالص، حوالي 200 فريم بير سكند، 199 يعني خلاص يعني. طب نخليها 200. ايوه كده بالظبط. ماشي، جميل. احنا كده ظبطنا الفيديو، ظبطنا السكيل، ظبطنا انا عايزه اشوف ايه في الفيديو بالظبط، والمده بتاعتها زي ما احنا عايزين. بعد كده، بعد ما بتظبط دنيتك كلها، بنبدا ان احنا نرندر الكلام ده add to render queue، وهنتاكد ان هي تكون سيكونس. اختار اي سيكونس، بس مادام ده مش فاينل، انت واخد الفيديو علشان نتراك عليه، حاول ترندر حاجة خفيفة، متكونش حاجة تقيلة عندك على الهارد ولا حتى على البرنامج. فيفضل يا اما PNG يا اما جيبك. خلينا في الجيبك. تمام، جيبك سيكونس، وهنقول له اوكي. هنا طبعا هنختار المكان،
هنقول مثلا هنرندرها بالpictures ونسميها مثلا building. خليها حتى زي ما هي كده، تمام، جوه فولدر معين، ونبدأ نقول له اعمل لي الريندر بتاعك. بما ان الفيديو مش طويل وان هو عبارة عن جيبك، فزي ما انتم شايفين ما بياخدش وقت في الريندر بتاعه، وده هيساعدنا ان احنا نخلص بسرعة وندخل على طول على مرحلة السينما. بكده نكون جهزنا الفيديو بتاعنا لشغل السينما، وهنبدأ في مرحلة السينما 4D من المحاضرة الجاية إن شاء الله.